شباب تانية اعدادي عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا باشمهندس كرولوس كمال معاكم. ان شاء الله النهارده هنراجع ونفرم المنهج كله، وان شاء الله تخش الامتحان تقفل، عشان ان شاء الله انت هتفهم كل حاجه وهتخش الامتحان تلاقي نفس الاسئله دي، فتلاقي نفسك مقفل الامتحان. وخلي بالك يلا، عشان انت المنهج اللي المفروض تقيل شويه، بس انا بقول لك اهو ان شاء الله هيبقى الامتحان في ايدك من قبل لما تخش الامتحان. يلا بينا. اول سؤال بيسالني على النون بوزيتيف نمبرز. احنا تعالى نفتكر كده مع بعض. كان عندي نمبر كده، نمبر لاين، كنا نقول ده الريل نمبر كلهم من عند الزيرو لحد الانفينيتي، وهنا في نيجاتيف انفينيتي، هنا في ارقام بوزيتيف، هنا في ارقام نيجاتيف. قال لي يا مستر انت قلت لي نون بوزيتيف، نون بوزيتيف يبقى انا عندي يا اما حاجتين، يا اما الزيرو يا اما النيجاتيف. قال لي يعني انت قصدك من الزيرو لحد نيجاتيف انفينيتي؟ والصغير بيتكتب الاول يا مستر. طب انت عايز الزيرو؟ انا عايز الزيرو يبقى عامل ايه؟ انترفال كلوز مش اوبن، عشان عايز قلت لك الايه؟ نون بوزيتيف، يعني يا اما النيجاتيف يا اما الزيرو، مش النيجاتيف بس. يبقى فين الاجابه اللي فيها نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو؟ هو ده. اوبا، هو ده. اوكي، يلا بينا كده شويه بس، يلا بينا. فانت فهمت كده خلاص. طب لو قال لي نون انت هنا قلت نون بوزيتيف، لو قال لي نون نيجاتيف يبقى من الزيرو لحد انفينيتي. طب البوزيتيف بس، بوزيتيف بس يبقى من الزيرو لحد الانفينيتي، بس هما الاثنين اوبن عشان البوزيتيف ما فيهوش الزيرو. نفس الكلام لو النيجاتيف بس، يبقى انت كده مش هتاخد الزيرو بس، يبقى من الزيرو لحد النيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو، بس هما الاثنين برضو ايه؟ اوبن. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لي الروت نيجاتيف 1. قال لي يا مستر انت قلت لي مفيش سكوير روت ينفع تحته رقم بالنيجاتيف، ماله بالنسبه للار؟ قال لي ما دام دي ار الريل نمبر فما ينفعش رقم تحت السكوير روت اللي بقى بالنيجاتيف، يبقى هي اسمها ايه؟ نوت بيلونج. حلو. السؤال اللي بعده بيقول لك الترينجل ده كونجرنت مع الترينجل ده. الترينجل ده قال لي طب واحده واحده بقى عشان تفهم. الترينجل ده كونجرنت مع الترينجل ده يعني ايه؟ يعني الترينجل اللي اسمه AFCH كونجرنت مع الترينجل اللي اسمه BDE، يبقى ميجر انجل سي وميجر انجل اتش بلس بعض ادوني 150. ميجر انجل بي قال لي يا مستر في ناس قايلاها وسامعها بتقول لك 30 عشان الترينجل كله على بعض ب 180. هقول لك صدقني كلامك صح، بس تعالى افهمك ليه. قال لي عشان في السيميلاريتي كنا هنقول ايه؟ ان الاف قد البي والسي قد الدي والاتش قد مين؟ قد الاي. ما دام هم كونجرنت، سوري السيميلاريتي كونجرنت دولت، يبقى هما الاثنين تيبيكال من بعض، فيبقى اي حرف هنا قد زي الحرف اللي قدامه الناحيه ايه؟ الثانيه. يعني انت قصدك يا مستر ان السي والاتش مع بعض ادوني 150، يبقى اكيد الحرف الثالث هنا اللي هو الاف اللي هو قد مين الناحيه الثانيه؟ البي، هيبقى باقي الترينجل كله على بعض اللي هو بكام؟ ب 180. يبقى ده دي فعلا كام؟ 30. واللي انت قلت 30 صح، بس افهم عشان لو جات لك افكار ثانيه تبقى فاهم. يبقى الاجابه هنا 30. السؤال اللي بعده مستر ركز، ده حته جيومتري مهمه جدا. كنا بنقول لو عندك هنا ميد بوينت وميد بوينت، يبقى الباشا ماله بالنسبه للباشا؟ قلت لي برل وايه وهاف. طب هي الحته اللي تحت دي بكام؟ ب 12. يبقى الحته اللي فوق دي بكام يا مستر؟ يبقى اكيد الحته دي ب6 اللي هي اسمها ايه؟ اف اي. ليه؟ عشان دي ميد بوينت، ميد بوينت يبقى بارل وايه؟ وهاف. يبقى الاجابه هنا كام يا معلم في الاخر؟ 6. السؤال اللي جاي ده مهم جدا. بيقول لي if the upper limit equal كذا. upper limit equal كام؟ الupper limit equal 32. يبقى انا كان عندي قانون للسنتر بيقول لي upper plus lower over 2. طب انت اصلا فين؟ قال لي كان السنتر هنا، السنتر ب 25 والابر ب 32، يبقى هنقول ان 25 equal 32 plus x over 2. قال لي انت عايز تحسب ايه؟ قال لك انا عايز تحسب، مش راضي تتمسح مش مهم عشان بس ما نلخبطش الدنيا.
قال لك انا كده عايزك تحسب مين؟ عايزك تحسب الاكس، يبقى ده يروح الناحيه الثانيه بالتايمز عشان هو هنا بالديفايدد، يبقى 25 في 2 ايكوال 32 بلس اكس، ده بالبوزيتيف هيعدي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، 25 في 2 يبقى 50 ايكوال 32 بلس اكس بلس اكس. يا جماعه اكس يا اكس هنا خلاص يا جماعه. هو يعني هو رافض تقريبا الحته دي مش شخصناها معاه، فهنكتبها تاني على جنب هنا، يبقى 50 ماينس 32 ايكوال اكس. حلو، 50 ماينس 32 هتطلع معاك ب 18، يبقى الاكس بكام؟ ب 18. يبقى هو كان بكام في الاخر؟ ب 18. عايز تتاكد؟ اقول لك تاكد ازاي. اعمل 18 زائد 32 على الاثنين، هتطلع فعلا معاك بكام؟ ب 25. يبقى انت كلامك صح. قلنا يلا سؤال مرسوم جاهز ممكن يجيبوا لي؟ ممكن يجيبوا يا مستر. هيجيبوا لي ازاي؟ ايه يا عم ده احنا بنمسح ولا بنكتب؟ نمسح يا ماشي. ممكن يجيبوا ازاي؟ قال لي عايزك تفرق ما بين دي ودي ودي ودي. دي يعني الانترسكشن. يعني ايه الانترسكشن؟ مشترك. دي يعني يونيون. يعني ايه يونيون؟ يعني كلهم. دي يعني الموجود في الاول مش موجود في التاني. الداش دي معناها كل حاجة ما عدا ده هنا في حاجة في البورد تقريبا، ما عدا الحاجة الأصلية، الحاجة نفسها. قال لي مستر ايه الكلام اللي انت كتبته مرة واحدة ده؟ قال لي طب تعالى نفهم. قال لي حلو يلا. قال لي بص، انا لو عايز اجيب في السؤال اللي قدامك ده الانترسكشن. يعني ايه الانترسكشن؟ يعني المشترك ما بينهم هما الاثنين. فين الحته يا مستر المشتركه ما بينهم هما الاثنين؟ في الحاجه المشتركه يا مستر. قال لي بص، لو جيت رسمت لي ده اهو قدامك اهو، من هنا لهنا، والتاني من هنا لحد هنا، وده كلوز، وهنا عند كام يا مستر؟ عند نيجاتيف 1، وهنا دي كام؟ 0، والناحيه الثانيه كام؟ 3، ودي كام؟ 6. الحته المشتركه يا معلم من فين لفين؟ من الزيرو. يبقى الانترسكشن بتاعهم من كام؟ من 0 لحد 3. دي اوبن ودي ايه؟ اوبن. يبقى انهي اجابه؟ من 0 لحد 3 ايه؟ اوبن. تمام يا مستر. لو عايز اليونيون يبقى من اول كام؟ من اول نيجاتيف 1 لحد 6. دي اوبن لكن دي كلوز. صعب؟ قال لا مش صعب. قال حلو. السؤال اللي بعده، نطلع كده فوق يلا مع بعض. ايه ده؟ اسئله مهمه جدا، خلي بالك. The number of sides of regular polygon of each interior angle equal 135. قال لي يا مستر ما دام قال لي ال1 انجل او الانتيريور انجل، قال لي يبقى انا عندي قانون. ايه القانون ده؟ n minus 2 times 180 over n. مين هو ال n ده؟ عدد السايدز. عدد الايه؟ عدد السايدز. قال لي طب هو هنا بيسأل على عدد السايدز. القانون ده كنت هجيب منه مين؟ قال لي كنت هجيب ال1 انجل. طب هو مديني ال1 انجل بكام؟ 135. يبقى انت هنا المفروض تروح حاطط مكان ال1 انجل دي 135 n minus 2 times 180 over n. عايز تجيب ال n قدامك اوبشنين، يا تحل المساله على طول كروس مالتيبليكيشن وتجمع والكلام ده كله، يا اما تشوف القانون اللي انا هقول لك عليه. القانون بيقول، وركز، هنقول ان لو عايز اجيب ال n، خلي بالك ان القانون ده هو مستنتج. القانون بيقول ايه؟ 360 ماينس 180، 360 اوفر 180 ماينس الرقم اللي هيقول لك عليه. طب يعني تعالى يا مستر نحسب كده. يعني انت قصدك 360 اوفر 180 ماينس الرقم اللي قال لي عليه اللي هو كام؟ 135.
تطلع الاجابه كام فعلا؟ ب 8. يبقى الشكل ده كان عنده كام سايد؟ قال لي كان عنده 8. يبقى 360 اوفر 180 ماينس 135 تبقى الان بكام في الاخر؟ ب 8. ليه؟ عشان هو اداني الانجل الواحده وعايز يعرف السايدات. طبعا انت كان ممكن تعملها كروس مالتيبليكيشن وتعيش، بس انت كنت هتغلط، فانا اديتك قانون على طول. الكلام ده بتعمله امتى؟ لما يكون معاك الانجل الواحده وعايز تجيب الايه؟ السايدات. مش بينفع في كل الايه الحالات غير لو معاك الانتيريور انجل واحده وعايز تعرف عدد الايه؟ السايدات. يبقى هنا هتبقى كام؟ هنا هتبقى 8. السؤال اللي بعده، عايز اعرف السوليوشن سيت بتاعت الاكس باور 2 بلس 7 ايكوال 0 ان ار. طبعا كنا نحل الايكويشن ده يروح الناحيه الثانيه، والاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 7. يبقى عايز اشيل باور 2 اعمل سكوير روت. طبعا ما فيش سكوير روت رقم بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى السوليوشن سيت ايه على طول؟ فاي. يبقى هنا نكتب ايه على طول؟ فاي. السؤال اللي جاي ده مهم. السؤال اللي جاي ده انا بقول لك اهو مهم، وهتلاقيه في الامتحان بنفس الارقام. ايه هو؟ بيقول لي البروجيكشن بتاعت البوينت دي which lie on the cumulative frequency curve on the axis. عايز يعرف في الرسمة بتاعت الميديان لما كنا بنعمل كده وكده، كنا نقول ده الاف وده الانترفال، وكنت بترسم انت كده، كان في رقم بتخش من عنده هنا، ده كنا هنقول التوتال على 2 اللي هو كان اسمه الاوردر. تخبط تمشي تمشي تخبط تروح نازل، الرقم ده كان هو الميديان. قال لي يا مستر طب عندي سؤال، انت قصدك كده انت عارف ان ده الاكس وده ايه اصلا؟ الواي. قال لي إيه يعني انت قصدك لو البوينت اللي عندك دي 12 و32 مين الاكس ومين الواي؟ قال لي الاكس اللي هو الميديان، لكن الواي هو الاوردر بتاع الميديان اللي انا هخش من عنده. طب لو عايز اجيب التوتال يا مستر، يبقى هتاخد الرقم ده تعمله في 2، يبقى همسك رقم الواي اضربه في 2. طب هو عايز ايه هنا؟ قال لي انا عايز منك الاوردر اوف ذا ميديان. عايز منك الايه؟ الاوردر اوف ذا ايه؟ الاوردر اوف ذا ميديان. اوردر اوف ذا ميديان يبقى انا عايز الاوردر على طول اللي هو بكام على طول؟ 32. السؤال ده مهم وهتيجي في الامتحان على طول بنفس الطريقه، ركز عشان الكلام ده مهم. ايه السؤال اللي بعده؟ طبعا ده انت لو مسكت الكالكوليتور على طول عملته هتطلع معاك الاجابه. اللي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي روت 2 بلس روت 2. قال لي ما دام روت 2 بلس روت 2 اكن هنا في 1 وهنا في 1 يبقى كام على بعض؟ 2 روت 2. ياه صعب قوي يا مستر، لو عملتها بالكالكوليتور تطلع نفس الكلام 2 روت 2. ايه السؤال اللي بعده؟ ده سؤال على طول انت بتعرف تحله في ثانيه، بس للاسف المره دي جابهولك. طبعا يا مستر انت بتقول لي انا جايب لك اسئله كومبليت وانت ما عندكش كومبليت، هقول لك ما ايوه اعتبره تشوز عادي خالص. حلو. او اعتبره سؤال اللي هو اسي عادي. قال لي ايه اكس بلس اي واي ماينس بي اكس ماينس بي واي بكام؟ قال لي ده حلوه حته فاكتورايزيشن، كان ممكن يجي لك في سؤال فاكتورايز، هيجي لنا كمان شويه. قال لي ركز، كنا قلنا دي سؤال اللعبه بناخد اول اتنين مع بعض وتاني اتنين ايه مع بعض. قال لي يعني انا هقول ايه اكس بلس اي واي بلس دايما بنحط بلس وبناخد الاتنين التانيين بنفس الساين. مين مكرر هنا؟ مين الكومن فاكتور؟ قال لي هنا في ايه وايه، يبقى ناخد الايه كومن فاكتور، يبقى اكس بلس واي. من هنا مين مكرر؟ قال لي نيجاتيف في ونيجاتيف في، يبقى هاخد نيجاتيف في كومن فاكتور. يبقى انا باخد دايما بالبوزيتيف الساين ما بينهم هما الاثنين، بس لما اجي اخد كومن فاكتور هو اللي يغير لي الساينات. قال لي حلو، ركز بقى كده، لما تاخد نيجاتيف في يبقى انت هتاخد ماينس كومن فاكتور، يبقى انت هتعكس كل الساينات، يبقى الرقم اللي كان هنا بالنيجاتيف هيبقى بوزيتيف بس، عشان بقسم ده على ده، بقسم ده على ده، نيجاتيف في على نيجاتيف في اتشال وبقى الرقم بالبوزيتيف. زي هنا قسمت الاي اكس على 8 بقى اكس بس، اي واي على 8 بقى واي بس، بي نيجاتيف بي واي على بي نيجاتيف بي تبقى يتبقى بس بوزيتيف واي. ليه يا مستر بوزيتيف؟ انا خدت الماينس كومن فاكتور يبقى بعكس كل الايه؟ الساينات. مين مكرر فيهم هما الاثنين دلوقتي؟ الا اكس بلس واي واكس بلس واي، هناخد الاكس بلس واي كومن فاكتور. يتبقى لي هنا ايه؟ لما اقسم ده على ده يتبقى لي ايه؟ لما اقسم ده على ده يبقى لي نيجاتيف بي، يبقى الاجابه عندك في الاخر هي اكس
بلس واي، وهنا A ماينس B. طبعا السؤال اللي بعده ده تعويض مباشر على طول في القانون. انت لازم تكون عارف قانون الارثماتيك مين. ايه قانون الارثماتيك مين؟ سميشن اف اكس ام على سميشن ال اف على طول. يعني انت يا مستر كل اللي هتعمله هتقول لي ان المين ايكوال سميشن اف اكس ام على سميشن اف، اللي هو كام على كام يا مستر؟ قال لي يعني 400 على 20 اللي هي كام في الاخر؟ قال لي 420 يعني الاجابه كام في الاخر؟ 20. من الاسئله المهمه ومهمه جدا جدا، ركز فيها عشان الكلام ده مهم. يلا اللي بعده. حبه اسئله سي بقى. عايز ازوم لك على الرسمه شويه. يلا ركز معايا هنا. بص يا بابا المسألة اهي. هنا في كام؟ 6، وهنا في كام؟ ان او ال، وهنا ام، ودي 10، ودي 15. انت طالب مين؟ انا عايز ال ام ويز بروف. مستر انا كده المساله دي مقسومه ترانجلين وانا واخد بالي. هي ايه الترانجلين دولت؟ الترانجل يمين والترانجل ايه؟ شمال. يعني ده الترانجل رقم 1 وده الترانجل رقم كام؟ 2. يبقى انا لازم اقول له على في البروف، لما اجي اكتب بروف اللي هو قصه حياه المساله، لازم افرق له انا واقف في انهي ترانجل، يمين ولا شمال. قال لي يبقى انا لازم ابدا الاول في اول حاجه ان الترانجل اسمه ايه الترانجل ده؟ ام ان او. قال لي طب يا مستر اشمعنى بدات بالترانجل ده؟ هقول لك عشان حاجه واحده، عشان معايا فيه رقمين. عشان معايا فيه ايه؟ رقمين. لكن الترانجل التاني معيش فيه غير رقم 1، فانا هضطر ان انا اجيب الرقم الثالث من الترانجل ده اللي هو بتاع السايد الثالث هنا عشان ابدا بيه فين؟ في المساله الثانيه. قال حلو. ايه اللي مميز الترانجل ده؟ قال لي بايثاغورس. يبقى بسبب ان ميجر انجل ام او ان ايكوال 90، فالنتيجه السايد اللي انا عايز اجيبه اللي هو الام او ده سايد عادي مش في اي بي. مين الفي اي بي؟ اللي هو الهايبوتنس اللي هو ده اللي انا عايز اجيبه ده سايد عادي. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل ماينس روت 10 بار 2 ماينس 6 بار 2 تطلع معاك بكام؟ ب 8. 10 بار 2 ماينس 6 بار 2 تطلع معاك، انت تعملها بالكالكليتور هتطلع معاك ب 8. يبقى السايد ده يا مستر بكام؟ 8. الحمد لله جبت كده ايه في المساله دي 2 سايدز. عايز اجيب الام ال ام اللي هو عايزه في الاخر. يبقى لازم اقول له انا دلوقتي هقف في انهي ترينجل؟ قال لي في الترينجل اسمه ام او ال. ايه اللي مميزه؟ بسبب ان ميجر انجل برضو ام او ال ايكوال 90. طب يا مستر ما هو ما قالش ان هي ب 90 حبيبي. طب ما هو هنا عامل 90، فطبيعي زي ما هنا 90 يبقى اكيد الناحيه الثانيه ايه؟ 90. بس هو بيخدعك. هو ايه؟ بيخدعك. فخلي بالك عشان الكلام ده مهم. قال حلو. كمل يا مستر. كده انا معايا سايدين. عايز اجيب التالت. التالت ده هو الفي اي بي اللي هو الهايبوتنس. عرفت منين؟ قال لي ما هو ده اللي قدام الايه؟ الرايت انجل. يبقى الام ال روت. قال لي ده الفي اي بي. ما دام هو الفي اي بي بقى هتعملهم ايه؟ بلس بعد مين بلس مين؟ 8 بار 2 بلس 15 بار 2. 8 بار 2 بلس 15 بار 2 تطلع الاجابه بكام؟ ب 17. يبقى الف مبروك. يبقى الاجابه هنا كام؟ ب 17. طبعا مش هينفع اكتب 17 كده بس، لازم اكتب ايه؟ البروف ده. البروف سهل جدا مش محتاج حاجه. السؤال اللي بعده. سؤال فاكتورايزيشن. طبعا انت على طول ممكن تروح عامله بالكالكليتور. مود 5 3 ولازم تكون دي مترتبه وتشتغل. هتكتب على الكالكليتور في مود 5 3 11 نيجاتيف 10 نيجاتيف 20. يبقى تاني ممكن الشكل ده تكتبه ازاي على الكالكليتور؟ مود 5 3 او في كالكليتور اللي هي القديمه من دي شويه تبقى مود 3 11 نيجاتيف 20. على طول هيطلع لك ان الاكس، بص كده انا هحلها لك اكني مش عارف احلها بايديا، والاكس الثانيه بنيجاتيف 5. يا مستر انا لو كتبت كده في الامتحان هاخد درجه؟ تاخد حاجه بسيطه قوي بس مش كل الدرجه. طب يا مستر لو انا عايز اضحك بقى على الناس اللي بتعلم دي
بس بتعلم يعني، ولا بص انا شغال من دماغي. اعملها ازاي؟ قال لي بص يا بابا، قال لي المنظر ده انا لازم احطه في براكت. فقلت لك بتعمل ايه يا معلم؟ هتمسك ده توديه الناحيه دي، وده بيتحط جوه بعكس الساين. يعني انت قصدك يا مستر الشكل ده هيبقى 3x ماينس 4. طب وده يا مستر على طول بيخش جوه بعكس الساين، يبقى x بلس كام؟ قال لي يعني انت قصدك من الاخر لما يطلع لي على الكالكليتور رقم بص بحطه جوه البراكت بالنيجاتيف، ولو هو بالنيجاتيف احطه جوه البراكت ايه؟ بالبوزيتيف. طب لو هو فراكشن الرقم اللي تحت بيحط جنب الاكس واللي فوق بيعكس الايه؟ الساين. يعني انت قصدك يا مستر الاجابه بتاعت ده على طول 3x ماينس 4 والثانيه x بلس 5. كل ده ايكوال كام عندك؟ 0. قلنا اهم حاجه في الايكويشن دي تبقى ايكوال للايه؟ للزيرو. ليه؟ عشان كنا بنروح قاسمين دي كده يا اما ده بزيرو يا اما ده بزيرو. ده يروح الناحيه الثانيه يبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 5. ده يروح الناحيه الثانيه ب 3 اكس بكام؟ ب 4. اقسم ده بالتايمز يروح بالديفايد بالاكس بكام؟ 4 على 3. يبقى انت كده فعلا ايه ده يا مستر؟ مش واخد بالك من حاجه؟ مش ده وده، هو ده وده. قلت لك ايوه، ما انا عارف ان الاجابه هتطلع كده فعلا، بس انا بحلها بستيبس عشان اللي انت الحد اللي بيصحح لك ده يديك درجات. لكن لو كتبت كده على طول صدقني ممكن ما تاخدش ولا درجه. انا لازم الستبس. طب انا الستبس دي جبتها منين؟ من نفس الكالكليتور عادي. قال لي طب يا مستر انت كده يبقى السوليوشن سيت عندك يا اما نيجاتيف 5 يا 4 على 3. ده كان ايه؟ السوليوشن سيت. قال حلو. بص بقى، انا لو طبعا البراكت ده الناحيه الثانيه حلو، لو عايز احلها بالكالكليتور سوري بدماغي، ركز كده معايا. بص يا بابا، لو عايز احلها بدماغي هفكرك كده باللي احنا كنا بنعمله. اقول لك 3x بار 2 بلس 11x ماينس 1 ايكوال 0. قلنا اهم حاجه ما يبقاش في رقم هنا. قال لي خلاص الرقم ده يروح مودينه هناك بالايه؟ بالمالتبلاي x بار 2 بلس 11x ماينس 16. كل ده ايكوال كام في الاخر؟ 0. قال لي يا مستر انا كده عايز رقمين التايمز بتاعهم 60 والماينس بتاعهم بالرقم ده. رقمين التايمز بتاعهم 60 والماينس بتاعهم بالرقم ده. ايه الرقمين اللي التايمز بعض يدوني 60 والماينس بتاعهم الرقم ده؟ قال لي تعالى نفكر مع بعض كده. قال لي انا ممكن افكر كده معاك. تقول لي ايه؟ 6 دي 20 باي 3 مش هينفع. 6 باي 10 مش هينفع. ليه؟ انا عشان عايز الماينس بتاعهم ب 11. قال لي خلاص يبقى انا كده هيبقى قدامي اوبشن واحد ان 16 دي 15 في 4 عشان 15 ناقص 4 11 فعلا. يبقى كنا بنعمل براكتين اكس بار 2 يبقى اكس واكس 15 و4 4 و15 مش فارقه. كنت اقول لك كلمه لو دي ماينس ما تفكرش، واحده بلس وواحده ماينس. طب يا مستر مين اللي ياخد الرقم ايه ومين اللي ياخد رقم ايه؟ قال لك انت ما دام دي ماينس يبقى واحده بلس واحده ماينس، والكبير زي اللي في النص مش بالبوزيتيف. يعني انت في ناس حافظاها دايما الكبير ياخد البوزيتيف، لا الكبير ياخد الساين اللي في الميدل. هي الساين دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى الكبير فيهم ياخد البوزيتيف وده الايه؟ النيجاتيف. قال لي طب بس انا كده ابقى ايه؟ ابقى حرامي. ليه يا مستر حرامي؟ عشان انت من فوق خدت الثلاثه وديتها بالتايمز. قال لي يبقى المفروض في الاخر اعمل ايه؟ ارجعها تاني. هترجعها بالايه؟ انت وديتها بالتايمز يبقى ترجع بال ديفايدد. يعني هنا اوفر 3 اوفر 3 15 على الثلاثه تنفع يبقى اكس بلس 5. لكن هنا دي ما تنفعش يبقى ودي ده الناحيه الثانيه يبقى 3 اكس ماينس 4. يا لهوي يا مستر، طب ما هو ده فعلا اللي حصل لي في الكالكليتر. طب ما هو ده فعلا اللي حصل لي بالايه؟ بالكالكليتر وانا عملت كل ده. قال لي كنت ساعتها كل ده ايكوال للزيرو. اقلب يبقى اكس بلس 5 ايكوال 0. يبقى من هنا الاكس بكام فعلا؟ نيجاتيف 5. نفس الكلام يبقى 3 اكس ده وديه بره يبقى ايكوال 4. يبقى الاكس بس ايكوال 4 اوفر 3. وكده تبقى نفس الاجابه اللي انت جبتها من غير ايه؟ كالكليتر. قال حلو. نفس الكلام الناحيه الثانيه. يلا السؤال الثاني. صح يا عم؟ يا لهوي. يقول لك ايه؟ نيجاتيف اكس بار 2 بلس 24 ايكوال 5 اكس. مستر دي مش مترتبه ولا ايكوال للزيرو، يبقى انت لازم ترتبها
وتخليها ايكوال للايه؟ للزيرو. قال لي يعني دي هتبقى نيجاتيف اكس باور 2 ودي ده جوه يبقى ماينس 5 اكس بلس 24 كل ده ايكوال كام في الاخر؟ زيرو. طب يا مستر انا ما ينفعش يبقى عندي رقم بالايه في الاول؟ بالنيجاتيف. قال لي خلاص خد الماينس كومن ايه؟ ما دام هو مش رقم يضايقك يبقى اعمل ايه على طول؟ ممكن ناخد الماينس ده كومن فاكتور، ما هو ايه؟ ما دام هو مضايقك بس يبقى ده ماينس بس. خدت الماينس كومن فاكتور يبقى بعكس كل الساينات اللي جوه، يبقى دي اكس بار 2 بدل ما دي نيجاتيف هتبقى بالبوزيتيف، بدل ما دي بالبوزيتيف هتبقى بالنيجاتيف. قال لي كده حل المساله عادي براكتين اكس واكس، دي ماينس ما فكرش، واحده بلس واحده ماينس. عايز رقمين التايمز بتاعهم ب 24 والماينس بتاعهم 5. قال لي هي 24 دي عباره عن 6 باي 4 12 باي 2. قال لي بس انا عايز الماينس بتاعهم بكام يا معلم؟ 5. قال لي خلاص في واحده تايهه عند دماغي اللي هي كام؟ 8 باي كام؟ 8 باي 3. مين الكبير فيهم؟ ال8 ياخد اللي في النص اللي هو ال8 والتاني ياخد 3. كنا بنقسم المساله كده يبقى يا اما ده بزيرو يا اما ده هو اللي بزيرو. فتبقى من هنا يبقى الاكس بكام؟ ب 3. ومن هنا الاكس بكام؟ نيجاتيف 8. يبقى سوليوشن ست يا 3 يا نيجاتيف 8. قال لي والنيجاتيف اللي بره ده خلاص اتشال. قال دي لو انت عملتها بالكالكليتور مود 5 3 هتكتب. قال لي بس لازم برضه اظبطها الاول، فما دام لازم اظبطها يبقى هتبقى نيجاتيف اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 24 ايكوال 0. فلو عايز تظبط حاجه زي كده ظبطتها خلاص اهو. يبقى نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 5 ايكوال 24 ايكوال تطلع معاك فعلا ب 3 ونيجاتيف 8 اللي هو نفس الكلام اللي انت عملتها خلاص. قال لي السؤال اللي بعده الراجل ده عايز يعرف الريشيو ما بين السايد ده للسايد ده. قال لي بص كده تعالى ايه ببروف طبعا. اكس دي زد واي اي. قال لي انا قلت لك ده وده بره. حلو. بص هو دي المساله الشهيره اللي احنا قلنا عليها. بيقول لي على 4 حاجات ميد بوينت، وهنا المفروض يبقى في ميد بوينت، يبقى الباشا ده بارل وايه وهاف. قال لي هنا مديني حاجتين فانا هكتب الاثنين التانيين. ايه هما؟ قال لي بس انا عايزك تقول لي الريشيو بتاعت مين؟ هات لي الريشيو ما بين اكس اي على الريشيو بتاعت الرقم اللي هو اسمه ايه؟ اي واي. يبقى هو عايز الاكس اي على الاي واي. قال حلو. مستر هقول لك على كلمتين وتركز معايا فيهم. ايه هما؟ بسبب الدي از ميد بوينت، وبسبب ان الاي دي بارلل للواي زد، فالنتيجه ان الاي دي كمان ايكوال هاف الواي زد، والنتيجه الاخيره ان الاي از ميد بوينت. طب يا مستر ما هي لو دي ميد بوينت فيبقى الحته دي هي الحته دي، يعني لو الحته دي بواحد فالحته دي بواحد، لو الحته دي بخمسه فالحته دي بخمسه، يبقى لو 5 على 5 او اي حاجه على اي حاجه هتبقى 1 على 1. يبقى الريشيو بتاعت الرقمين السايدين دولت على بعض يبقى كام على كام؟ 1 to 1. 1 to ايه؟ to 1. لازم اكتب له البروف وراح قايل له في الاخر 1 to كام؟ to 1. يلا حاجه جديده او امتحان تاني نشوفوا من الاسئله المهمه برضو. يلا يا معلم. بقول لك السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن دي. طبعا انت هنا على طول بقى مش مطالب بحاجه على طول ولا ستيبس ولا اي حاجه. ما دام سؤال تشوز يبقى ادينا حته كالكليتر على طول. هنعمل مود 5 3 على طول. هتكتب 1 هي مترتبه 1 4 نيجاتيف 5، فتبقى الاجابه يا اما 1 يا اما نيجاتيف 5. يبقى انت هنا الاجابه يا اما 1 يا اما نيجاتيف 5 عادي خالص. لو اخترت نيجاتيف 5 بعد كده ايه 1. ابينها لك كده اهو القلم بس معاك اهي اكس بار 2. لا نكبر الخط شويه. اكس بار 2 بلس 4 اكس ماينس 5 ايكوال 0.
فطبعا انا بقول لك اهو لو عملتها مود 5 3 على طول تمام. رقمين التايمز طبعا بخمسه والسمشن بتاعهم باربعه. هي فعلا ايه؟ 1 في 5 هنا 1 هنا 5 هنا اكس هنا اكس. دي ماينس ما فكرش 1 بلس 1 ماينس يبقى الكبير ياخد اللي في النص يبقى بلس و5 وهنا ايكوال 0. اقسم يبقى الاكس بلس 5 ايكوال 0 اكس ماينس 1 ايكوال 0. ودي ده الناحيه الثانيه ودي ده الناحيه. فنيجاتيف 5 والاكس بكام؟ 1. انت عايز تحل بالايه؟ بالتشوز بالستبس على طول. السؤال اللي بعده الار هي مين؟ الار ده طبعا هي من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي. طبعا السؤال ده سؤال جميل بيقول لك هات لي الاريا. اريا ده عمو بايثاغورس على طول. لو هو ده بايثاغورس خلاص يبقى انا كده هشتغل على طول واروح راسم. قال لي اريا الترينجل اريا الترينجل اللي هو 3 وهنا 5 ودي رايت. قال لي اي اريا بتاع الترينجل هاف باي بيز باي هايت. ده البيز وده الهايت. طب انا مش معايا البيز يا مستر. طب البيز ده سايد عادي ولا في اي بي؟ قال لي ده الفي اي بي. يبقى البيز دي سايد عادي. يبقى البيز ايكوال روت 3 باور 2. انا هعمل سوري ما دام هو سايد عادي يبقى قلنا هنعمل بلس سوري يبقى هنعمل ماينس مين الكبير ماينس الصغير. يبقى 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 اللي هو كام في الاخر؟ ب 4. يبقى انا كده معايا البيز ب 4. يبقى الاريا ايكوال هاف تايمز البيز اللي هو 4 في 3. 4 في 3 ب 12 نصها يبقى كام؟ 6. يبقى الاجابه عندك كام هنا؟ 6 على طول. مستر فورس اوف ذا نمبر ده الفورس يعني عايز اعمله ديفايدد 4. عايز اعمل لك ديفايدد 4 للرقم ده يبقى هتقول لي 2 باور 16 اوفر 4. طب يا مستر ايه رايك لو خلينا ال 4 دي 2 باور 2 يعني دي هتبقى 2 باور 16 اوفر 2 باور 2. في حاله الديفايدد بنعمل ايه البقرات؟ لو هم زي بعض يبقى هم احنا بنعملهم ماينس بعض. يبقى هي 2 باور كام؟ 14. السؤال اللي بعده لسه حالينه في الامتحان اللي قبله. الارثماتيك مين؟ يبقى تقسم ده على ده فهتبقى 320 على 40 تطلع معاك على طول خلاص بكام؟ ب 80. 320 على 40 فيها كام؟ 80. السؤال اللي بعده سوري هتطلع ب 8 سوري ده على ده تطلع معاك ب 8. ما بيمسحش ليه؟ امسح يا عم. يبقى هنقول ايه؟ 320 على 40 كنسل يبقى الاجابه كام في الاخر؟ ب 8. حلو. السنترويد قلنا السنترويد انا عندي كده ايه هو السنترويد لو انت فاكر؟ ترينجل اهو. قال لي في هنا ميديان. الميديان ده بيعمل لي ريشيو 1 to 2 from البيز او 2 to 1 from الفيرتكس. فقلت لك تركز في السؤال ده عشان السؤال ده دايما هيجي في الامتحان. فقال لك from the vertex يبقى تختار على طول to 1 2 to 1. لكن لو قال لك from the base يبقى 1 to ايه؟ to 2. السؤال اللي بعده انت ده ممكن على طول بالكالكليتر. لو حليته على طول بالكالكليتر ما دام هو كيكه هيجي لك يا اما تشوز يا اما كومبليت. سوري قلنا ما فيش كومبليت عندي. فانا لو هحله بالتشوز يبقى هعمل الكالكليتر عادي. ولو هحله ستيبس هقول لك تعمله ازاي بسرعه جدا. يلا بينا. هتعمل ايه؟ قال لي كيوبيك روت 2 ماينس 2 كيوبيك روت 1 اوفر 4. قلت لك كلمه واحده الرقم ده هندخله تحت الكيوبيك روت تاني بس بالباور 3 فتبقى كيوبيك روت 2 ماينس كيوبيك روت 1 اوفر 4 2 باور 3. فيبقى كيوبيك روت 2 ماينس ده 1 اوفر 4 يبقى 2 باور 3 يعني 8 يبقى 8 اوفر 4. يعني كيوبيك روت 2 ماينس كيوبيك روت 2 تطلع الاجابه كام في الاخر؟ بزيرو. هي لو كنت كتبتها على طول بالكالكليتر وكتبت لي الاجابه على طول بزيرو. السؤال اللي بعده the form used to calculate measure of interior angle. الانتيريور انجل واحده ده مش محتاجه اي حاجه. انا لو عايز انتيريور انجل واحده يبقى على طول هتقول لي انا هقول لك القانون n minus 2 times 180. عايز انجل واحده يبقى اوفر ايه؟ اوفر ان. يبقى ده القانون اللي انت هتكتبه او بيسالك على الفورم اللي انت هتستخدمها عشان تحل السؤال. بس هو طبعا هنا مفيش سؤال. قال لي انا لو عايز بقى دلوقتي اقول لك المالتيبليكيتيف انفرس. ايه هو المالتيبليكيتيف انفرس؟ بتاعت الرقم 2 minus root 3.
قال لي 2 ماينس روت 3 دي اكنها اوفر 1 مالتيبليكيتيف انفرس شقلب 1 اوفر 2 ماينس روت 3. قلت لك عمرك ما تسيبها كده، طبعا هتمسك الكالكليتر رحت كاتب هتروح تطلع الاجابه على طول. طب انا هتحلها، قلنا اول ما اشوف روت تحت اضرب في الكونجيجيت فوق وايه وتحت. كونجيجيت قلنا اللي بنعكس فيه الرقم بتاع في النص. ده هيتعمل مالتبلاي ده هيفضل زي ما هو، وده هيتعمل مالتبلاي ده، فالكونجيجيت لما بنيجي يتعمل له تايمز بعد الاول في الاول ماينس الثاني في الثاني، فيبقى فوق 2 بلس روت 3 زي ما هو. 2 باي 2 4 روت 3 باي روت 3 بالماينس، يعني تبقى في الاخر 2 بلس روت 3 اوفر 1، يعني تفضل زي ما هي. يبقى دي الاجابه. وانت طبعا لو عملت على الكالكليتور 1 اوفر 2 ماينس روت 3 على طول هتطلع الاجابه معاك 2 بلس روت 3. السؤال ده حلينا زيه فوق. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت ده وده كونجرنت، ده وده كونجرنت، خلاص انت خلصت. ما دام ده وده كونجرنت يبقى نفس السؤال اللي فوق، التراينجل اي بي سي كونجرنت مع التراينجل اكس واي زد. قلت لي يا مستر على طول يبقى الانجل دي قد الانجل دي، ودي قد دي، ودي قد دي. تاني ايه التراينجل اللي انت عملته ده؟ A قد اكس، B قد واي، C قد زد. قال لي يا مستر حلو. وهو بيقول لي ايه؟ ان الواي دي ب 90. طب ما هو التراينجل كله على بعض ب 180 يبقى ده ب 90، فزي ما دي ب 90 يبقى اكيد دولت بلس بعض دول كام؟ 90. يبقى الاي بلس السي طبعا هتبقى بكام؟ 90. ذا نمبر اوف سايدز، هنا بيسأل على النمبر اوف سايدز ومديك ايه؟ قال لي ومديني السم بتاع كل الانجلز. النمبر اوف سايدز وانت مديني كل الانجلز. طب هو ايه القانون بتاعت السم اصلا؟ قانون السم بتاعت الانجلز ان ماينس 2 تايمز 180. ايوه يا مستر. طب هو دلوقتي هو عايز ده ومديني ده بده. قال لي خلاص عندي رول اقولها لك، يا اما تعوض كده على طول وتحل ايكويشن تودي الناحيه الثانيه والكلام ده كله، يا اما تقول لي انت قلت لي عندك قوانين بتجيب لي على طول الان. لو مديك السم وعايز تجيب الان يبقى هتقول لي الرقم اللي قال لك عليه اللي معاك، الرقم اللي قال لك عليه، تعالى نكتبها تاني معلش. الرقم اللي قال لك عليه اوفر 180 وزود عليه 2. يعني ايه يا مستر؟ يعني الان ايكوال، تعالى نعوض. الرقم اللي قال لي عليه كام؟ 1800 على 180 وزود بعد اذنك عليه كام؟ 2. احسب ده بالكالكليتور. 1800 على 180 زود عليها 2 تطلع الاجابه بكام في الاخر؟ ب 12. طبعا لو عملت برده وحليت ايكويشن تطلع برده بكام معاك؟ ب 12. نمبر اوف ميديانز، قلنا الميديانز بتاعت اي ترينجل يعني 3. مين اللي بيختلف دايما؟ الاكس اوف سيمتري. الاكس اوف سيمتري هو اللي بيختلف على حسب الشكل ده. هو سكالين يبقى مفيش اكس اوف سيمتري، ايسوسيليس يبقى في اكس اوف سيمتري 1، ايكولاترال يبقى في 3. طب لو هيكساجون يبقى 6، ريجولار هيكساجون. طب لو باريلوجرام مفيش، ريكتانجل 2، سكوير 4، الرومبس ليه اكس اوف سيمتري. فخلي بالك ان انت في اسئله هتتسالها بيبقى قصده بيها يلخبطك، فانت تركز هو بيسال على ميديان ولا اكس اوف سيمتري. طب الايسوسيلس ترابيزيوم يبقى هو ليه اكس اوف سيمتري 1. طب الترابيزيوم بس ملوش اكس اوف ايه؟ سيمتري. يلا نخش على السؤال اللي بعده. طبعا دي مساله بروف جميله قوي، هزوم لك كده على طول وهكتب هنا صراحه على طول. مساله البروف الجميله دي محتاجه لها ايه؟ بق شاي. الله على الشاي. خش يلا على المساله الجميله دي. بص يا بابا، انت عشان تجيب الاكس، هو هنا طالب الاكس، عشان اجيب الاكس يبقى لازم اثبت الاول ان التراينجل ده والتراينجل ده كونجرنت مع بعض. قال لي يعني انت هتتكلم على مين؟ قال لي انا هكلمك على التراينجل ده. بالنسبه لانهي تراينجل يا مستر؟ هقول لك بالنسبه للتراينجل ده. قال حلو. بالنسبه للتراينجل ده في 3 اسباب. ايه هما؟ في سايدين قد بعض. تقدر تقول لي هما فين؟ في سايدين. فين يا مستر السايدين دول؟ بص كده ركز معايا. ادي عندك ده 3 والناحيه الثانيه ده 3. قال لي برافو. طب يا مستر مين السايد الثاني؟ قال لي بص يا بابا، ده كله على بعض 4 وده كله على بعض 4. برافو. يبقى اقول لك ايه؟ ان التو ترينجل مالهم
التو تراينجل مين؟ التو تراينجل اللي اسمهم واحد اسمه A E D والتراينجل التاني اسمه A B C. انت لقيت ايه؟ بسبب لقيت 3 حاجات، ايه هم؟ ان ال AE قد مين؟ قد ال AC. ولقيت مين؟ ولقيت ان ال AD قد مين؟ قد ال AB. يبقى كده ناقص لي ان بيقول لك بص كده في نجمه هنا، في نجمه يا خلي بالك مين النجمه؟ النجمه دي قد النجمه دي، النجمه دي يعني انجل قد ايه؟ قد انجل. يبقى ميجر انجل، ميجر انجل مين؟ قال لي ميجر انجل اي اي سي قد مين؟ بي اي سي. يبقى ميجر انجل اي اي سي قد ميجر انجل مين؟ بي اي سي. يبقى تقدر تقول لي التو تراينجل دولت كده ايه؟ كونجرنت بالنسبه لبعض. يا مستر ما دام هم كونجرنت يبقى اكيد الغلبان ده قد الغلبان ده. قال لي يعني انت قصدك هنا يبقى ال 3 اكس ماينس 2 قد ال 2 اكس بلس 1؟ قال لي اه. قال لي يلا حل معايا يا مستر الايكويشن. يلا يا معلم، بنجمع الاكسات مع بعض والارقام ايه؟ مع بعض. يبقى 3 اكس ده بالبوزيتيف يخش جوه بالنيجاتيف، وده بالنيجاتيف يطلع بره بالايه؟ بالبوزيتيف. 2 اكس ماينس اكس اكسايه واحده، 1 بلس 2 3. يبقى الاكس بكام في الاخر؟ ب 3. سؤال مهم جدا 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 نركز فيه عشان تفهم انت ايه اللي حصل. نخش على مساله الجدول دي، طبعا من المسائل المهمه. قبل ما اخش على مساله الجدول احل معاك الانترفال. سؤال الانترفال ده برده سؤال مهم جدا. بيقول لك اللي انت عندك انترفال من نيجاتيف 4 ل 4 والبي من 1 ل 7. قال لي تعالى نرسم مع بعض النمبر لاين. الايه من كام لكام؟ قال لي اهو 0 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، وانت عارف ان كده كده ده كده كده نيجاتيف انفينيتي. طبعا هو ايه بتاع مهنج بس مفيش مشكله. وهنا نيجاتيف انفينيتي، سوري هنا الانفينيتي، سوري امسح ده امسح ده، وهنا الانفينيتي. بص يا بابا، انت اول انترفال عندك الايه من كام لكام؟ قال لي يا مستر عندي الانترفال دي من اول نيجاتيف 4 كلوز لحد ال 4 كلوز، وصل ما بينهم. مين دي يا مستر؟ قال لي دي الايه. طب بالنسبه للبي، البي من 1 لحد 7. قال لي طب انت هنا محتاج تكمل لحد ايه؟ 7. اقول لك يا عم اهو 6 7. فحد يقول لي 6 7. ماشي يا عم 6 7. كمل من اول 1 كلوز لحد 7 اوبن. مين دي يا مستر؟ البي. اول سؤال بيقول لك انا عايزك تجيب لي الانترسكت البي. هما الاثنين هيتقابلوا مع بعض فين؟ قال لي هما الاثنين هيتقابلوا مع بعض هنا. يبقى من كام لكام؟ من 1 لحد ال 4. دي كلوز ودي كلوز، يبقى هما الاثنين كلوز. طب يونيون، قلت لك اليونيون ابعد نقطه يمين وابعد نقطه شمال. ابعد نقطه يمين نيجاتيف 4 وابعد نقطه شمال كام؟ 7. اللي انت راسم عنده مش الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي. يبقى من هنا من نيجاتيف 4 لحد ال 7. قال لي دي كلوز، لكن الباشا ده ايه؟ اوبن. طب يا مستر ايه ماينس بي؟ ايه اللي موجود في الايه مش موجود في البي؟ قال لي اللي موجود في الايه مش موجود في البي. قال لي يا مستر هي الحته دي كلها موجوده في الايه بس مش موجوده في البي. يعني من اول كام؟ من اول النيجاتيف 4 لحد ال1، من نيجاتيف 4 لحد ال1، من نيجاتيف 4. اسالك سؤال، النيجاتيف 4 كده كده موجوده في الايه بس. طب هي ال1 كده موجوده في الايه بس ومش موجوده في البي؟ قال لي لا، ده كده النيجاتيف ال1 ده موجود في الايه وفي البي. طب ما انا مش عايزه، انا قلت لك اللي موجود في الايه بس مش موجود في البي. يبقى انت كده تيجي عند ال1 تروح عامل ايه؟ وتروح عامله اوبن. اسئله مهمه ودايما تيجي في الامتحان. خلينا نقول لك هنا على مساله الجدول، مساله مهمه جدا. بص كده بقى، المساله دي انا لو جيت رسمتها لك هنا، الجدول ده انا بروح اعمل له جدول كده. هنا كلمه upper، وهنا ascending communicative frequency. طبعا بتكتب الكلمه اللي هي مكتوبه ايه هناك.
اللي هي دي الكوميونيكيتيف فريكونسي. الابر لازم بنبدا من حاجه اسمها ليس زان. ليس زان كام يا مستر؟ الرقم الاولاني 45. وتفضل تعيد نفس الكلام، انت هتفضل تكتب الكلام ده 50 55 60 65 70 اخر حاجه 70 هناك 70. انت بتزود واحده تانية اللي هي كام في الاخر؟ 75. تروح قاسم الجدول يا مستر. الاسندنج كوميونيكيتيف فريكوانسي اول رقم عندك لازما يبقى 0 عشان انت بادئ من اول ال 45. مفيش حاجه اقل من 45. حلو. طب يا مستر اي رقم تاني؟ بص كده يا بابا، اللي جنب اللي تحتيه مالكش دعوه بيه، اجمع كل اللي قبليه. اللي قبليه اللي تحتيه مالكش دعوه بيه، اجمع كل اللي قبليه. تاني مع بعض. اللي تحتيه مالكش دعوه بيه، اعمل ايه؟ اجمع كل اللي قبليه. فين؟ انا عند ال 50. اللي تحتيه مالكش دعوه بيه، اجمع كل اللي قبليه اللي هو كام؟ ادي 2 بس. عند ال 55 اللي تحتيه مالكش دعوه بيه، رحت فين؟ اهو. هجمع كل اللي قبليه انا اهو، كل اللي قبليه 5. نفس الكلام عند ال 60 اللي تحتيه مالكش دعوه بيه، 3 و3 6 6 و2 8. الأربعة مالكش دعوه بيها، خد كل اللي قبليها يبقى كام؟ 3 و6 9 9 و3 ادي كده 12 12 و2 14. عند ال 70 اللي قبليه ثانية واحدة ماليش دعوه بال 70، هجمع كل اللي قبليها يبقى 4 و6 10 10 و6 16 و2 18. طب يا مستر هو انت ليه زودت واحده اخيره؟ قلت لك عشان اعتبر ان هنا في 75 فهعمل ايه على طول؟ هجمع كل دولت ادي 10 و2 12 12 و6 12 و6 18 و2 ادي 20. ولازم الرقم ده يبقى هو التوتال، وده كده لازم يبقى 0. ناقص ان اعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ قال لي ناقص دلوقتي ان انت تروح ترسم مين هنا؟ قال لي ركز كده، هنا الانترفال وهنا الفريكوانسي. الانترفال اللي هي 45 وبعد كده 50 وبعد كده 55 وبعد كده 60 65 وتكمل لحد 70. وهنا ممكن تبدا 2 4 على حسب الارقام دي، 0 2 5 يبقى كده ايه 2 4 6 8 10. طبعا كلام هبل قوي. يلا عند ال 45 وقفت عند الزيرو اهو، بعد كده عند ال 50 طلعت ال 2 وبعد كده عند ال 55 طلعت ال 5 اللي هي ما بين ال 4 وال 5. وهتفضل تكمل لحد ما تعمل الفريكوانسي بتاعتك هتبقى عامله كده. طبعا عندك سؤال تاني بيقول لك النمبر اوف بوكسز ليس ذان 55. عند ليس ذان 55 كانت الاجابه كام في الاخر؟ 5. يبقى الاجابه هنا كام؟ 5. وادي الرسمه. السؤال ده دايما بيجي في الايه؟ في الامتحانات. بسرعه كده نشوف الموديل اللي بعده، هناخد منه اسئله معينه. يلا بينا. عايز الجريتست كومن فاكتور من 3 5 اكس باور 2 بلس 7 اكس. قال له يا مستر ايه العنكبوت اللي انت راسمه ده؟ لا لهوي مستر مين مكرر من الحروف؟ اكس، يبقى خد الاكس كومن فاكتور. 35 و7 يبقى مين الكومن فاكتور منهم؟ التيبل بتاعهم هما الاثنين 7. خد اقسم ده على ده، 35 على 7 في الخمسه، اكس باور 2 على اكس يبقى اكس واحده، 7 اكس على 7 اكس يتبقى 1 مش 0. يبقى مين هنا الجريتست كومن فاكتور؟ 7. يبقى هنا 7 اكس. طب مستر الكيو عمرها هتقابل الكيو داش؟ قال لي ده في المشمش يعني في واي. طبعا السؤال اللي بعده عايزك تركز معايا فيه، من الاسئله المهمه جدا جدا جدا. a باور 2 بلس 25 قلنا ده ما ينفعش يتحل، لكن لو كانت كده يا مستر a باور 2 ماينس 25 كنت هعمل براكتين، واحد بلس واحد ماينس وسكوير روت الاولاني a باور 2 يبقى a و a، 25 سكوير روت لها 5 و5.
لكن لو هي بلس قال لي لا، قال لي لو هي بلس بنجيب حاجه اسمها الميدل، بنجيب حاجه اسمها الايه؟ الميدل. ايه هو الميدل يا مستر؟ قال لي الميدل ده ركز فيه، قانون الميدل بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز روت الفيرست تايمز روت السكند او الثيرد على حسب بقى. ما هو الميدل ده هو اللي هيجي في النص، يبقى ده هيبقى في الثالث في الاخير. يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف a باور 2 a واحده 25 يبقى تايم 5، يبقى كل ده على بعض 2 في a في 5 يبقى 10 a بس بوزيتيف اور ايه؟ اور نيجاتيف. يبقى الاجابه كام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 10 a. يبقى ركز عشان انت عندك كلام مهم، لو دي ماينس وده ليها سكوير روت وده ليها سكوير روت تمام، لكن لو ده بلس يبقى لازم اجيب الميدل عشان اعرف احل. طب اقول لك على حاجه، لو انت جات لك كده هجيب الميدل، قال لي لا ده هنا ده كده ليه، ده ليه كيوبيك روت. ما دام كيوبيك روت كنا بنعمل براكت صغير وبراكت كبير. كيوبيك روت الاولاني A، كيوبيك روت ال 27 سوري كيوبيك روت 27 اللي هي كام؟ 3. دي بلس يبقى نحط بلس، دي تتعمل هنا باور 2 ودي تتعمل هنا باور 2. دي بوزيتيف يبقى دي نيجاتيف، ودي دايما بوزيتيف، دي دايما بوزيتيف، لكن دي بتبقى عكسها هنا. واضرب الاول في الثاني يبقى 3 ايه؟ 3 ايه. في فرق بين لو هي ليها سكوير روت وما بين اللي هي ايه؟ كيوبيك روت. يبقى خلي بالك عشان الكلام ده هيبقى مهم، فرق ما بين ده وده. السؤال اللي بعده بسرعه. طبعا لسه حالين واحد زي ده المالتيبليكيتيف انفرس، يبقى انت على طول هتعمل ايه يا معلم؟ شقلب الرقم ده يبقى 1 اوفر 2 روت 3 وهتروح عامل له ايه يا معلم؟ وهتروح عاملها على الكالكليتر وتضرب في كونجيجيت فوق وتحت فتطلع معاك الايه؟ الاجابه في الاخر. فانت بدل ما هي 2 ماينس روت 3 اكنها اوفر 1، لا انت هتقول لها 1 اوفر 2 ماينس روت 3، تضرب في كونجيجيت فوق وتحت او تعملها على الكالكليتر 1 اوفر 2 ماينس روت 3 على طول، تطلع معاك الاجابه 2 بلس روت 3. ده الكونجيجيت، ده سوري المالتيبليكيتيف انفرس. السؤال اللي بعده ممكن هنا نزوم شويه. طبعا جايب لك مساله زي كده، قال لك دي ميد بوينت دي ميد بوينت دي ميد بوينت دي ميد بوينت، يبقى اكيد ده ماله بالنسبه لده؟ هاف. وطب ده 7 اند هاف يا مستر، يبقى ده كان كام؟ اكيد 7 اند هاف بس كام 2، يبقى هو الدبل يبقى 15. طبعا بيلخبطك. فورس اوف ذا الرقم ده خلاص احنا فهمنا بقى، فورس يبقى هتعملها ديفايدد 4. طب ما ال4 دي اللي هي اكنها كام؟ 2 باور 2. في حاله الديفايد بنعمل الباورات ماينس، يبقى دي كام في الاخر؟ 17. السؤال اللي بعده من الاسئله المهمه. يلا بينا هنا نطلع يلا فوق شويه وزوم. يلا يا معلم، بيقول لك الاي بلس البي 4 روت 3 سي ماينس دي ايكوال روت 3، يبقى اي سي ماينس اي دي بلس بي سي ماينس بي دي بكام؟ قلت لها يا مستر دي اللعبه بناخد اول اتنين مع بعض وتاني اتنين مع بعض، فتبقى من هنا مين الكومن فاكتور؟ الاي، يتبقى السي ماينس دي بلس بي ماينس بي بي ماينس هنا بي سي، سوري احنا هنا كاتبين حاجه غلط عشان ما نلخبطش الدنيا. هنا دي بي سي، مين مكرر منهم هما الاثنين؟ البي، هناخد البي كومن فاكتور يتبقى السي ماينس دي. يا مستر منهم هما الاثنين هياخد الكومن فاكتور اللي هو السي ماينس دي، لما اقسم ده على ده يتبقى لي ايه، ويتبقى ده على ده يتبقى لي البي. طب انت مديني فوق ايه؟ قال لك انا فوق مديك الاي بلس بي 4 روت 3، يبقى دي 4 روت 3 تايمز اي سي ماينس دي بروت 3. طبعا في حاله التايمز انت ممكن تعملها بالكالكليتر، كنا بنعمل ده تايمز ده روت 3 باي روت 3 ب 3 بس، فهي الاجابه تبقى 4 تايمز 3 اللي هي بكام في الاخر؟ 12. هنا بكام في الاخر؟ 12. طبعا لازم ستيبس. if the length of two sides of isosceles triangle، انا عندي isosceles triangle بيقول لي عنده في سايدين، السايدين ده واحد ب7 وواحد ب3، يبقى السايد التالت بكام؟ ومديني الشكل اللي قدامي ده بتاع السؤال، وخلي بالك عشان السؤال ده مهم.
حلو. قال لي لو انت عارف ان الايسوسيلس ترينجل لو السايد ده قد السايد ده فاكيد الانجل دي قد الانجل دي. قال لي خلي بالك عشان في حاجه مهمه قوي، في حاجه اسمها الميديان بتاع الايسوسيلس ترينجل لازم يبقى ايه؟ عامل 90 ديجري، عشان كده هو بيقسم تحت وبيقسم الانجلات. فبيقول لك البايسكتور بتاع الميديان اوف البايسكتور اوف ايسوسيلس ترينجل بيعمل 3 حاجات، بيقسم انجلات وبيقسم اسايدات وبيبقى بيربنديكولار. فدايما بتيجي في الامتحان يقول لك البايسكتور اوف ايسوسيلس ترينجل ماله؟ بيربنديكولار تو ايه؟ تو بيز. خلي بالك من السؤال ده عشان ده مهم. هنا بيقول لك الايسوسيلس ترينجل ده عنده سايد ب7 وسايد ب3، يبقى اكيد ده بكام؟ ب7. قال لي يا مستر طب اشمعنى ليه ما قلتش دي 3 ودي 7؟ يعني انت اشمعنى اخترت ال7؟ اقول لك عشان انت عندك رول، قال لك لازم السمشن بتاع اصغر سايدين عندك يكونوا اكبر من السايد الكبير. طب ما هو فعلا كده 10 اكبر من كام؟ من 7. طب افرض انت كنت السايدين الصغيرين او السايد التاني خليته 3 زيه، طب ما هو لو 3 زائد 3 هيبقوا اكبر من 7؟ قال لي لا مش هيكونوا اكبر من ايه ده؟ من 7، ده هيكونوا اصغر من 7. فطبعا الكلام ده هيبقوا ايه؟ غلط. انا هختار ال7 عشان تبقى 7 و7 يكملوا لي كام على بعض؟ 14. خلي بالك هقول لك كام معلومه اكتبهم عندك عشان الاسئله دي هتبقى مهمه وغالبا هتشوفها في الامتحان. عندك 3 اشكال تخلي بالك منهم. الرايت انجل ترينجل لو عنده ميديان طالع من الرايت، الميديان ده بيبقى هاف الهايبوتنس، يعني لو ده 5 فده 10. في الرايت ترينجل لو في ميديان طالع من الرايت انجل بيبقى ماله؟ هاف الهايبوتنس. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لي لو عندك رايت انجل ودي ب 30 ودي ب 60 في الترينجل ده، قلت لك الترينجل الهديه. يعني ايه الترينجل الهديه؟ يعني عنده ايه؟ عنده انجل ب 30 وانجل ب 60 والانجل الثالثه بكام؟ ب 90. فهتعمل ايه على طول؟ كان بيقول لك ان السايد اللي قدام ال 30 ديجري بيبقى ماله بالنسبه للهايبوتنس؟ هافو. يعني انت قصدك يا مستر لو ده كان ب5 برضو يبقى ده بكام يا معلم؟ ب10. يبقى كده مثلا لو ده سميناها A B C وهنا A B C وهنا دي، فكده معناه ان البي دي هاف الاي سي، وهنا معناه ان الاي بي ايكوال هاف، مش راضي يكتب مش مهم، ايكوال هاف كده. نقدر نقول ان الاي بي خلاص يا جماعه انتوا عرفتوها، ان الاي بي هيبقى هاف مين؟ هاف الاي سي. طبعا هو ايه؟ تقريبا مش هخصنها، هاف اكتب يا مش مهم يا جماعه، انتوا خلاص عرفتوا ان الاي بي ايكوال هاف الاي سي. السؤال ده مهم جدا، فطبعا احنا ده وصلنا له من ده كله. السؤال اللي بعده بيقول لي اتيتيف انفرس، وفي الرقم ده قلنا اتيتيف انفرس خلاص بقى احنا فهمنا. اتيتيف انفرس بيعكس كل السايدات، ده بالبوزيتيف هيبقى بالنيجاتيف وده بالنيجاتيف هيبقى بالبوزيتيف. فالاجابه طبعا هتبقى كام؟ نيجاتيف 7. اكتب يا عم نيجاتيف 7 بلس روت 5. طب المين قانونه ايه؟ قلنا خلاص اقسم ده على ده يبقى 160 على 8 ده بكام في الاخر؟ ب 20. قال لي السؤال نون نيجاتيف احنا رسمنا في الاول نمبر لاين كده جميل وقلنا ده الار وده الزيرو وده النيجاتيف انفينيتي وده الانفينيتي. نون نيجاتيف يبقى هو عايز البوزيتيف والزيرو، يبقى من اول كام لكام؟ قلنا من اول الزيرو لحد انفينيتي، دي اوبن لكن دي ايه؟ كلوز. لا لا وقع عادي بتحصل. اللي بعده السؤال ده بقى هو المهم، النمبر اوف دايجونالز. النمبر اوف دايجونالز ركز معايا عشان النمبر اوف دايجونالز من الحاجات المهمه جدا. النمبر اوف دايجونالز كان عندك قانون نمبر اوف دايجونالز ايكوال n minus 3 على طول. ركز عشان الكلام ده مهم جدا. نمبر اوف ايه؟ اوف دايجونالز ايكوال ايه؟ ايكوال n minus n n في n minus 3 على طول. حلو. اسال سؤال مهم. انت قال لك هنا ايه؟
هيكساجون. هيكساجون يعني كام؟ يعني 6. لو جيت حسبتها على الكالكليتور 6 ماينس 6 في 6 ماينس 3 على 2 تطلع بكام في الاخر؟ ب9. قانون لازم تكون عارفه، لو مش عارفه تقريبا مش هتعرف تعمل ايه حاجه في السؤال خالص. نفس الكلام لو اداني الدياجونال، لو عايز اجيب الدياجونال سوري اداني الدياجونالز بس دي مش معايا، كان عندي طريقه كده بقول لك على طول هي عباره عن ايه. هتفك كروس مالتيبليكيشن والكلام ده، فهتوصل معاك للشكل اللي هقول لك عليه. هتقلب معاك مساله اللي هي فاكتورايزيشن ان باور 2 ماينس 2 ماينس 2 تايمز 2 تايمز يا جماعه الكلام ده ان باور 2 ان باور 2 ماينس 1 ماينس 2 تايمز الرقم اللي هيقول لك عليه. طبعا هو مش راضي يكتب، هبقى انزلها لكم في الشيت اللي هيبقى تحت الفيديو، فابقى ركز فيه. قانون كده ركز فيه عشان تعرف ايه تحل لو جالك السؤال ده بالعكس. وطبعا لو عملت كروس مالتيبليكيشن على طول وجبت الان هتطلع زي ايه؟ زي ما هي. السؤال اللي بعده اللي حبه اسئله بقى جميله. يلا بينا. بيقول لك لو ده الاكس، لو ده الاكس وده الواي، هات لي اكس بلس واي باور 3، يبقى عايز اعمل كيوبيك روت 5 بلس كيوبيك روت 3 بلس الواي اللي هي كيوبيك روت 5 ماينس كيوبيك روت 3، وكل اللي هيطلع من هنا هنعمله باور كام يا معلم؟ باور 3. قال لي خلاص انا اللي زي بعض هعمله مع بعض. هنا في كيوبيك روت 5 مع كيوبيك روت 5، ده بالبوزيتيف ده بالنيجاتيف هيكنسلوا بعض، اتبقى في الاخر 2 كيوبيك روت 5 كلها لسه باور كام يا معلم؟ باور 3. فالباور 3 بينزل هنا مره وباور 3 هينزل هنا مره، يبقى 2 باور 3 كيوبيك روت 5 باور 3. دي تبقى 8 ودي تتبقى كام في الاخر؟ 5. 8 باي 5 يبقى 40. يبقى الف مبروك، انا كده طلعت الاجابه كام في الاخر؟ 40. طبعا انت لو عملتها برده بالكالكليتر، بس لو لازم تكتب ستيبس، مش تكتب ستيبس مش هتعرف تحل. طبعا في البلس عملت على طول الحاجه دي على طول. قال لي طب لو هو عايزهم بالماينس زي ما السؤال الثاني طالب، بص يا بابا، يبقى برضو نفس الكلام، هي نفس الاكس، يبقى كيوبيك روت 5 بلس كيوبيك روت 3 بس ماينس كام؟ كيوبيك روت 5. خلي بالك من الحاجه المهمه دي. طبعا انت بعد ما هتعمل كل ده هتروح عامل له واحده ايه؟ باور 2 ولا باور 3؟ باور 3. حلو. قال لي خلي بالك الراكت اللي انا حطيته ده عشان قلت لك تغير لي كل الايه؟ الساينات، فتبقى دي كيوبيك روت ال 5 بلس كيوبيك روت ال 3. خلي بالك مين اللي هيتغير بعده؟ اللي بعده اي حاجه بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، واي حاجه نيجاتيف هتبقى ايه؟ بوزيتيف. والاجابه اللي هتطلع من هنا نروح اعمل لها واحده باور كام؟ باور 3. هتلاقي معاك ان ده هو اللي كنسل ده عشان ده بالايه؟ قال لي ده بالبوزيتيف وده بالايه؟ بالنيجاتيف. كيوبيك روت 3 بلس كيوبيك روت 3 يبقى 2 كيوبيك روت ال 3 كلها لسه باور كام؟ باور 3. دي تنزل هنا مره وتنزل هنا مره، فتبقى 2 باور 3 كيوبيك روت 3 باور 3. ده يكنسل ده، 2 باور 3 يعني 8، بقى 8 في 3 يعني كام في الاخر؟ 24. يبقى الماينس بتاعهم يديني كام يا معلم؟ الماينس بتاعهم يديني 24. ايه السؤال اللي بعده؟ يلا. مسألة جميلة في الشكل الجميل ده.
تعال ارسمه لك هنا. عملت كده في كده في كده، فبقتش جي بي او سي ايه، قلت لك ده هيبقى قد ده وده هيبقى قد ده، وهو راح نرجع بقى هنا تاني. بيقول لي ايه يا معلم؟ قال لي if the perimeter of triangle ABC if the triangle of ABC ماله البريمتر 48، ده مين؟ ده ABC. عايزك تجيب لي البريمتر HGO بكام؟ بص يا بابا، هنا مسألة معتمدة على فهمك. قال لي معتمدة على فهمي طبعا، وانا عارف ان انا ايه على الله. قال لي طب بص كده ركز عشان تبقى فاهم. بص يا بابا، مسألة عشان تحلها قال لي لازم تثبت بقى ان الترينجل الصغير ده هاف الترينجل الكبير كله. طب قال لي ازاي يا مستر؟ باشا هو انت مش دي ميد بوينت؟ قال لي ودي ميد بوينت؟ قال لي يبقى ده ماله بالنسبه لده؟ قال لي يبقى ده هاف ده كله. قال لي تصدق صح. قال لي طب بص كده يلا، بسبب ان الاتش والاو ار ميد بوينت، يبقى النتيجه ان الاتش او ايكوال هاف الاي بي. دي رقم واحد. رقم اتنين، مستر انا واخد بالي من حاجه ومش عايز اقولها. ايه قول لي يا مستر. طب ما دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى ده هاف ده كله. يا لهوي ايه ده؟ فين البي دي اف؟ الحمد لله. يبقى ده ماله هاف ده كله. قال لي اهو بسبب مين؟ الاتش والجي ار ميد بوينت. فالنتيجه تقدر تقول لي ان الجي اتش ايكوال هاف البي سي. قال لي كلامك صح مستر وانا خدت بالي من حاجه. ايه يا حبيبي؟ طب ما دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى ده ماله بالنسبه لده؟ براله هاف. قال لي خلاص، وبسبب مين؟ الجي والاو ار ميد بوينت، يبقى النتيجه طبعا الايه بتهنج شويه. يبقى النتيجه خلاص ان الجي او هاف مين؟ هاف الاي سي. طب يا مستر انا كده خدت بالي من حاجه، كل سايد صغير هاف الترينجل الكبير. طب ما كده اقدر اقول لك ان البريمتر، اثبت ان البريمتر بتاع الترينجل اللي اسمه جي اتش او او جي اتش او هاف البريمتر بتاع الترينجل اللي اسمه اي بي سي، يبقى ايكوال كام؟ هاف تايمز 48 اللي هي كام في الاخر؟ 24. من الاسئله المهمه جدا، ما انت هتكتب كل ده وفي تقول له النتيجه في الاخر ان البريمتر بتاع الترينجل ده هاف البريمتر بتاع الترينجل الايه كبير. من الاسئله المهمه. يلا ننهي مع بعض مساله الجدول. اثبت هناك. يلا السؤال اللي هناك بيقول لي ده مساله الجدول لو فاكرها، بس هنا بيطلب ايه؟ بيطلب الاريثماتيك مين. هنا بيطلب الايه؟ الاريثماتيك مين. خلي بالك. قال حلو مستر، انا اول حاجه مبدئيا انا المفروض اجيب الام. لو انت كده قريت السؤال بيقول لك find the arithmetic mean of the frequency of the distribution كذا كذا كذا. قال لي ان التوتال المفروض ب 20. قال لي يبقى مجموع كل دولت المفروض يجيب لي 20. قال لي يبقى انا اول حاجه اعملها اقول له ان ال 6 بلس 8 بلس 4 بلس ام كل ده المفروض ايكوال كام؟ 20.
6 و4 10 10 و 18 يبقى ال 18 بلس الام ايكوال 20 ده بالبلس فيطلع بالنيجاتيف الام ايكوال 20 ماينس 18 يبقى الاجابه كام في الاخر؟ 2. يبقى اول حاجه عملتها ان الام بكام؟ ب 2. قال حلو. انت المفروض بتعمل ايه؟ بتعمل جدول تاني. شويه يتمسح عادي. الجدول ده فيه الانترفال زي ما هي والفريكوانسي وحاجه اسمها الاكس ام وبعد كده الاف في الاكس ام. طبعا الانترفال هو بيقول لك 5 15 وبعد كده 25 بعد كده 35 بعد كده انت بتزود من عندك 5 اللي هي 5 وكام و40. هي مش راضيه برضه. حلو. الفريكوانسي هو قايل لك عليها 6 8 4 وانت جبت ده ب2 خلاص. و احنا فين 6 8 4 2 6 8 4 2 انت دي بس بتزودها. اقول لك ليه دلوقتي، يعني ممكن نمسحها دلوقتي ونخلي هي نسميها الصم احسن. طبعا ايه الشاشه بتهنج فبتخلي الدنيا ايه مش احسن حاجه خالص. دي كلمه ايه؟ صم. اكس ام هو الرقم اللي في النص. انا بقول لك انا بعتبر ان هنا في 45. ليه؟ اكس ام ده الحاجه اللي في النص ما بين 5 و15. قال لي هو الاكس ام ايه اصلا قانونها ايه؟ قال لي لو عايز تجيب الاكس ام يبقى الابر بلس اللور اوفر 2. يعني 5 زائد 15 20 20 على 2 فيها 10 يبقى هنا ده بكام؟ ب 10. نفس الكلام مع اللي بعده هتلاقي كده. بص كده ان انت ايه 5 زائد 15 على 2 اللي هي 10 يبقى انت الست عندك ماشيه كل قد ايه؟ ماشيه كل 10. يبقى هنا 15 و25 يبقى دولك كده على بعض يدوني ال 40. ال 40 على 2 يعني 20 بعد كده 30 بعد كده ال 40 في الاخر. هنعمل ايه؟ هنضربهم في بعض يبقى 6 في 10 يعني 60 20 في 80 في 8 160 و30 في 4 يبقى 120 بعد كده في الاخر هنا كام؟ 80. احنا قلنا بنجمع اي حاجه فيها اف. هنجمع ده كله اللي هو كان قايل لي عليه التوتال اللي هو 4 و6 وايه الكلام ده كله هتجمعهم مع بعض يجيب لك التوتال. واجمع ده كله مع بعض هيجيب لك هنا الخانه اللي انا عايزها اللي هي 60 زائد ال 160 زائد 120 زائد 80 تطلع بكام؟ ب 420. يبقى لو عايز اجيب المين هيبقى 420 على ال 20 يبقى 420 على 20 تطلع في الاخر بكام؟ ب 21. يبقى انت هنا هتروح كاتب طبعا عشان ايه البورد بتعلق. فانت اديك فهمت كده، رجعت معاك على كل حاجه في المنهج. يعني ان شاء الله ذاكر كويس راجع الدنيا كده هتلاقي الدنيا كلها زي الايه؟ زي الفل. انا بوعدك ذاكر كويس افهم كويس تخش الامتحان هتقفل ان شاء الله. شكرا ليكم كلكم.